بعدها بقى بدأت تتوالى التغييرات وثمرات الاستغفار، أشوفها بقى بعينيا. آه بدأت تحولات غريبة. بدأت رسائل تجيلي عن إقامة الصلاة. أنا ما كنتش بصلي، ولو صليت بصلي صلاة يعني لا تقبل تماما، مش صلاة أصلا، ما يتقالش عليها صلاة. بدأت تظهر لي فيديوهات عن ازاي انك تقيم الصلاة وازاي تتعلم الصلاة صح وان اهم عماد الدين هو الصلاة، وان مفيش حاجة تتغير في حياتي للأحسن الا بإقامة الصلاة صح. قررت في اليوم ده ان انا لا خلاص، يعني الاستغفار كان دي اول ثمرة من ثمرات الاستغفار، ان انا هبدأ اقيم الصلاة صح. اليوم ده قررت خلاص انا هقوم الصبح هبدأ ان شاء الله اصلي صح، وهجيب فيديوهات ازاي اتعلم الصلاة صح والوضوء وكل شيء. اقسم بالله العظيم يا جماعة، اقسم بالله انا اول ما صحيت من النوم قبل لسه ما اعمل اي حاجة لقيت عندي علامة صلاة. يعني هي خفيفة. انا كنت مصدوم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي هدية، يلا هدية مقدما. وكأن ربنا بيشجعني، يلا اقبل تعالى يلا. طبعا ما كنتش مصدق. انا قعدت ابص في المرايه اللي هو ايه ده، هي دي علامه صلاه؟ هو ما طب انا لسه ما بداتش اقيم الصلاه صح، طب ازاي هتطلع لي علامه صلاه ازاي؟ فطبعا ما حطيتش الموضوع في دماغي وكملت. مفيش. اول شخص قابلني اقسم بالله لقيته بيقول لي ايه ده، هو انت طلع لك علامه صلاه؟ اتصدمت، حرفيا اتصدمت. يعني حرفيا، يعني دي معجزه، فرحه لا توصف. اتشجعت اكتر ما انا متشجع. بدأت اقيم الصلاة صح، بدأت تحصل لي تغيرات في قلبي. بدأت اصلي الصلاة في مواعيدها شوية. بدأت اتجرجر شوية، بقيت اصلي في المسجد شوية. ربنا فتح عليا طب يلا بقى صيام. طب يلا بقى طلع صدقات. طب يلا بقى النوافل. طب يلا بقى صيام اثنين وخميس شوية. طب يلا بقى صيام داود. يلا 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 يلا، الله أكبر الله أكبر بجد. بدأت أبقى بني آدم تاني. الذنوب اللي عمري ما تخيلت إني ممكن أسيبها بدأت تقع واحد ورا التاني. بدأت أحس بكره للأفلام والمسلسلات خلاص. بدأت أحس بكره الغيبة والنميمة. بدأت أحس بكره للأغاني. بدأت أحس بكره لكل ذنب وحش. كل الحاجات دي كل يوم بيعدي بتسقط، والعبادات كل يوم حاجة بتزيد. كل يوم ذنب بيقع، كل يوم عبادة بتزيد، والقلب كل يوم عمال يتغير. بدأت أحس بحب ربنا. بدأت تحصل لي بقى معجزة تانية. وقت الفجر أول ما الأذان بيقول الله أكبر لقيت نفسي بصحى الله أكبر، وبقوم وفي عز الشتاء. ودي حاجة كانت من سابع المستحيلات، إن أنا أقوم وقت الفجر، أقوم من على السرير وفي عز الشتاء. وسبحان الله، يعني ربنا بيمدني بالقوة بالدفى، مش حاسس بالبرد، وبقوم وبصلي بكل سهولة ويسر. والله يا جماعة دي معجزة بالنسبة لي، لأني كانت الصلاة بالنسبة لي حاجة تقيلة جدا. الله أكبر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل ده والاستغفار عمال يزيد، والطاعات عمالة بتزيد، والذنوب عمالة بتقل. بقيت بكره كل الذنوب، بقيت بحب ربنا جدا، بقيت ربنا عمال يفتح عليا في حاجات غريبة جدا. أخش المسجد يوم ورا التاني ورا التالت. بدأت أتعلق بالمسجد قوي. كنت بسمع زمان عن رجل قلبه متعلق بالمساجد، ما كنتش فاهم يعني إيه. قسما بالله أنا دلوقتي بقيت متعلق بالمساجد جدا.
وكل يوم حاجة جديدة بتحصل لي. ادخل في يوم يعني ربنا ينور بصيرتي، ابص الاقي كل الناس بتتزاحم على الصف الاول، وانا واقف وانا ورا لوحدي. انا مش فاهم هو ايه اللي بيحصل ده. ما كنتش اعرف ان الصلاة في الصف الاول ليها فضل عظيم، وكأن ربنا سبحان الله بيدعوني، بيقول لي اقبل، تعالى يلا، تعالى. بدأت ألاقي من مكان بيتفضلي في الصف الأول في كل صلاة، بدأت أصلي في الصف الأول. حب ربنا بقى في قلبي غير طبيعي، قسما بالله العلي العظيم. بدأت أحس بقوة غير طبيعية، بدأت أحس إن أنا بمشي في الشارع حاسس بحنين. نعم، هاي سبحان الله. هذا بالنسبة للصف الأول، هذا ذكرني عندما لزمت الصلاة بتكبيرة الإحرام الأولى لمدة 6 أشهر، وكان دائما يفضل الصف الأول لي مكانة في الصف الأول. سبحان الله، 6 أشهر. هي رهيبة، في حاجة حامية ظهري حواليا. الاستغفار بقى سهل، والأعداد بتزيد بشكل رهيب، فتوحات في أذكار تانية، حوقلة، الصلاة على النبي، تاج الذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حياتي تحولت 180 درجة يا جماعة، أقسم بالله العلي العظيم. حرفيا حياتي اتحولت من الظلمات إلى النور. كنت عايش في نار جهنم على الأرض، أقسم بالله يا جماعة بقيت عايش في جنة ربنا على الأرض، أقسم بالله العظيم. يا رب أنا بقيت عايش في جنة ربنا على الأرض. من الثمرات الدنيوية أنا سبتها في الآخر. عايز أقول لكم أنا أول ما بدأت الاستغفار كان أول حاجة في قائمة أحلامي وأهدافي هي الثمرات الدنيوية، المال. حاليا أنا بقيت يعني في ثمرات أو في أهداف دنيوية أنا لسه بتمناها وبدعي ربنا بيها، بس سبحان الله اتحولت بقت في آخر القائمة. ازاي؟ انا مش فاهم، اقسم بالله. من ضمن ثمرات الاستغفار في شهر 12 الشهر اللي فات، قسما بالله العلي العظيم، دي كانت من الحاجات اللي كانت هتجنني. اقعد اسمع قصص ناس يقول لك انا قعدت استغفر باعداد كبيره، ربنا امطرني بمبلغ من المال. ما كنتش مصدق، اللي هو طب ازاي يا جماعه، ازاي؟ قسما بالله العلي العظيم الشهر اللي فات من حيث لا احتسب ولا اتوقع من مصدر مستحيل كان يخطر في بالي، ربنا رزقني يعني بمبلغ $1300. حرفيا انا ما كانش في جيبي قسما بالله تمن كوباية الشاي. يعني انا طبعا شخص مدخن للاسف، معيش اجيب حتى تمن سجارة. قسما بالله ربنا بعت لي المبلغ ده وكأنه بيقول لي يلا افرح واتبسط. ولسه يعني بس بما انك ذكرت السيجار، شد لي حالك واتركها. نعم، انها تذهب من رزقك وتغضب ربك. طبعا كان انا بدأت الاستغفار وكان هدفي المال رقم 1. الفتح والنعم اللي ربنا أنعم بيها عليا والقرب منه ولذة القرب من ربنا سبحانه وتعالى، قسما بالله العلي العظيم خلت الأهداف الدنيوية بتاعتي تصغر جدا لدرجة إني أنا بدعي بيها طبعا، بس بقت خلاص مش مهمة بالنسبة لي، صغرت في قلبي. حب ربنا زاد في قلبي جدا، خد مكان حب الحاجات دي. طبعا أنا يعني يا أما دنيا في هذا القلب يا أما الله. فإذا الله استبدل لك الأولويات عندك وصار حب الله وطاعة الله، اعلم أنك على ألف خير. كنت مستني ان انا احقق كل احلامي عشان ابعت قصتي ناس ربنا
ربنا بيعطل لك احلامك، فانت لازم تبلغ قصتك بالثمرات اللي جات لك عشان ربنا يكمل لك بقية الفتوحات وبقية احلامك. فقررت خلاص ان انا هحكي الثمرات دي، ودي ثمرات يعني دي عظيمة جدا، عظيمة جدا. انا يعني ان شاء الله متأكد وعندي يقين ربنا زرعه في قلبي غير طبيعي ان ربنا هيحقق لي بقية احلامي. يعني اكيد لسه انا طبعا عندي 35 سنة ولسه ما اتجوزتش. يعني بدعي ربنا انه يرزقني بالزوجة الصالحة، بدعي ربنا باني اشتغل الشغل اللي بحبه، شغل حر وكده، شغل معين انا بحبه ونفسي فيه. فعندي يقين ان ربنا هيحقق لي الحاجات دي قدام. انا كل اللي بحكي فيه ده وانا انا 7 شهور بس استغفار. ربنا كريم وحنين قوي 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 قوي. فانا حبيت احكي العظمة اللي ربنا عملها لي بسبب الاستغفار. يا رب يا رب بجد قصتي توصل للناس وتلهم ناس تانية لسه ما بدأتش. الحمد لله.